يبدأ الأنمي بالمعلم هايني وهو راكب عربة متجها نحو المدينة، وكان معه رسالة من القصر الملكي تخبره بتفاصيل مهمته، حيث يعبر فيها الملك عن فرحته بإنجاب 5 أبناء. الملك كان قلقا دائما بشأن مستقبل الحكم في حال حدث مكروه لابنه الأكبر، إذ أن باقي أبنائه غير جاهزين لتولي الحكم. لذلك قرر الملك تعليم أبنائه جميعهم ليكونوا جاهزين في أي وقت. استدعى الملك المعلم هايني ليكون المعلم الملكي الجديد في القصر، ووعده بمكافأة كبيرة إذا تمكن من تجهيزهم بسرعة. أثناء رحلته إلى القصر وصل هايني إلى البوابة الرئيسية وشاهد الحراس هناك الذين كانوا متعبين من كثرة الحراسة. عند وصول هايني إلى القصر استقبله الحراس بالسخرية والاستهزاء، ظنا منهم أنه صغير في السن وليس المعلم الحقيقي. ولكن حينما تدخلت الملكة تم استقباله بشكل لائق، واعتذر الحراس عن تصرفاتهم بعدما عرفوا حقيقته. الملكة شرحت لهايني أن جميع المعلمين السابقين لم يستطيعوا التعامل مع الأمراء، وكانوا يغادرون القصر بسرعة دون توضيح الأسباب. هايني بدأ يشك في قدرة المعلمين السابقين على التعامل مع الأمراء، وقرر استخدام طريقة صارمة لتحقيق النجاح. عند لقاء هايني مع الأمراء تعرف على كل واحد منهم وبدأ في تحليل شخصياتهم. الأمير ليو كان مغرورا، والأمير لخت كان محبا للهزار ولكنه مغرور أيضا. أما الأمير برونو فكان مثقفا، ولكنه قلل من قيمة هايني لأنه لم يتعلم في مدرسة رسمية. والأمير كاي كان صامتا تماما ولم ينطق بكلمة. هايني قرر أن يعقد مقابلات فردية مع الأمراء لمعرفة مستوياتهم الدراسية وكل ما يخصهم. الأمراء كانوا مستائين من الفكرة وبدأوا يحاولون تخويفه وإزعاجه، لكنه لم يتأثر وأصر على الاستمرار في مهمته. وقرر هاين استخدام العصا كتحذير، مظهرا لهم أنه لا يخاف وسيتولى مهمته بكل جدية. هايني أكد لهم أنه المعلم الملكي الجديد وأنهم يجب أن يتعاونوا معه. الأمراء استمروا في محاولة التخلص منه، لكن هايني كان مصمما على أداء مهمته بنجاح، مما أثار استغرابهم وإعجابهم بشجاعته وثقته بنفسه. في ذلك الوقت لخت يخرج مسرعا ويعتذر لإخوته قائلا إنه يجب أن يذهب لأن لديه موعدا في الغرفة. غضب إخوته من تصرفه لأن ذلك أفسد خطتهم، ورأوا أن لخت شخص مستهتر ويقوم بتصرفات غير لائقة، فقرروا أن يتجاهلوه ويتعاونوا هم الثلاثة معا. لكن برونو يقول لهم أن يعود إلى غرفته، وطلب منين أن يأتي له لإجراء المقابلة، مهددا بأنه إذا تأخر فستلغى المقابلة تماما. في تلك اللحظة كاي ينطق أول كلمة ويقول امشي، معبرا عن رفضه لتعليم هايني له، ثم يترك الغرفة. يبقى ليو وحده، وقرر هايني إجراء المقابلة معه أولا. لكن ليو يقول لهايني إنه يريد أن يذهب أيضا ولن يبقى. وافق هايني ببرود وأخذه بنفسه إلى غرفته لإكمال المقابلة هناك. هايني يبدأ في معرفة كل شيء عنه ومن يحب ومن يكره، ويركز أيضا على أدق التفاصيل. بدأ هايني يسأل ليو لماذا يكره المعلمين، فبدأ ليو يتلعثم ويعترف بأنه يكره أكل الخضار أيضا. الكارثة أن هايني يسجل كل ما يقوله ليو ويستخدمه لطرح أسئلة أخرى، مما أثار غضب ليو لأنه لا يريد أن يعرف أحد نقاط ضعفه. حاول ليو تصحيح ما قاله، لكنه أخطأ مرة أخرى وقال إنه يحب نوعا معينا من الكعك. أدرك هايني أن ليو ما زال مراهقا، رغم أن ليو دافع عن نفسه قائلا أنا عندي 15 سنة، كيف أكون مراهقا؟ من حديث ليو وهايني أدرك هايني أن ليو ليس لديه ثقة في أي معلم بسبب تجاربه السابقة، حيث كان المعلمون يكشفون أسراره لأبيه. سأل هايني ليو عن ما تعلمه من المعلمين السابقين، وكانت المفاجأة أن ليو كان يهرب دائما من الحصص ولم يصبر على معلم ليكمل له الدرس. اقترح هايني إجراء اختبار لقياس قدرات ليو، لكن ليو حاول الهرب من النافذة. خلال هروبه سقط منه كتاب، فأخذه هايني وقرأ فيه ليكتشف أنه مذكرات ليو الخاصة. عاد ليو مسرعا لأخذ الكتاب، لكن هايني منعه وبدأ يقرأ الصفحة الأولى ليجد أن ليو يسجل فيها كل تفاصيل يومه. حينما اكتشف هايني محتوى المذكرات أخبر ليو أنه سيعطيها لأخيه، مما أثار قلق ليو، واعترف أخيرا بأن المذكرات تخصه هو. وافق ليو على إجراء الاختبار تحت تهديد هايني بالكشف عن أسراره أمام إخوته. كان ليو يحاول استخدام سلطته كأمير ليغش في الاختبار، لكن هايني لم يكن كالمعلمين السابقين، وهدده بالعصا ليخضع ليو ويبدأ بحل الاختبار بجدية. خلال الاختبار اكتشف هايني أن ليو يرغب في أن يكون مثل أخيه برونو مثقفا وواعيا. بعد انتهاء الاختبار
أخبر هايني ليو بضرورة أن يجتمعوا جميعا في الغرفة الملكية في الساعة المحددة لأنه شرط الملك، وإذا لم يستطع جمعهم فلن يتمكن من إكمال تعليمهم. خرج هايني للقاء الأمير الآخر، فيما بقى ليو متضايقا ومتعصبا يخطط للشكوى لأبيه لطرد هايني من القصر. بعد قليل دخلت الخادمة ومعها الكعكة المفضلة لدى ليو. تفاجأ ليو لأنه لم يطلب شيئا، واكتشف أن هايني هو من أرسلها مع رسالة شكر لتعاونه في حل الاختبار. شعر ليو ببعض الارتياح وقرر ألا يشكو لأبيه إذا استمر هايني في التعامل معه بهذه الطريقة. هايني كان في طريقه إلى برونو الذي كان ينتظره في غرفته. هايني عرفنا أن برونو هو أذكى واحد بين إخوته ولقبه البعض بعالم الفلسفة لكثرة معرفته فيها. عند دخول هايني غرفة برونو وجدها منظمة ومليئة بالكتب، مما أظهر أنه يتعامل مع شخص منظم. طلب هايني من برونو حل الاختبار فوافق برونو بسهولة، لكن برونو قرر أيضا اختبار قدرات هايني، إذ كان يختبر كل المعلمين السابقين ليعرف إن كانوا أذكى منه أم لا. للأسف كان مستوى كل المعلمين أقل بكثير من مستواه، لذا لم يستطيعوا إكمال التدريس له. وافق هايني على التحدي، واكتشف أن التحدي هو لعبة شطرنج التي لم يستطع أحد الفوز فيها على برونو من قبل. لكن هايني تمكن من التغلب عليه بسرعة، مما أثار استغراب برونو وأغضبه. حينها طلب هايني من برونو حل الاختبار، لكنه أصر على إجراء اختبار آخر لهايني. برونو اختبر هايني في الحساب، الموسيقى، ولعبة الورق، لكن هايني تغلب عليه في كل مرة. وأثناء تفكير برونو في اختبار جديد، كان هايني قد بنى برجاً من ورق اللعب، مما أظهر لبرونو أن هايني ليس شخصاً سهلاً. في النهاية، هايني يعطي برونو اختباراً آخر يتضمن العديد من الأسئلة في مختلف التخصصات وبأكثر من لغة. بينما كان برونو يتحدث مع نفسه، يكون هايني قد أنهى الإجابة عن كل الأسئلة بشكل صحيح، بل ويكتشف خطأ في أحد الأسئلة المكتوبة بطريقة خاطئة، ويخبر برونو بضرورة تصحيحها. يتفاجأ برونو بقدرات هايني، ويتذكر كل المعلمين السابقين الذين لم يستطيعوا التفوق عليه، وكانوا جميعهم يخسرون أمامه. شك برونو في أن هايني ساحر أو عالم، لأنه تعلم منذ صغره كل شيء واستطاع التغلب عليه بسهولة. يلاحظ هايني أن برونو يكتب بعض الأوراق ويضعها بجانبه، فاستأذنه في قراءتها. من كثرة تفكير برونو في هايني سمح له بقراءتها. هايني يكتشف العديد من الأخطاء فيما كتبه برونو، خاصة فيما يتعلق بشرح أمور المملكة. عندما أخبر برونو بالأخطاء، أصبح برونو أكثر إعجابا به، ونداه فجأة وهو مبهور ويريد أن يدرس له طوال حياته. يقرأ هايني شخصية برونو، ويعلم أنه كان يحتاج إلى معلم حقيقي يضيف إلى معرفته، وقد وجد هذا المعلم في هايني. في هذه اللحظة يدخل لخت فجأة، فاستاء برونو لأنه لم يطرق الباب، لكن لخت كان ينتظر هايني أيضا. يطلب هايني من برونو أن يقابله الساعة 4 في القاعة الملكية ويتركه ليذهب مع لخت، الذي نعلم أن الشعب يحبه كثيرا لأنه يحب الخير ويعتني بهم. يعتقد هايني أن لخت سيكون أسهل شخص يمكنه التأثير فيه، لكنه يتفاجأ بفضول لخت واهتمامه بمواضيع حساسة. يبدأ لخت في طرح أسئلة على هايني، مما يضايقه ويضربه ليعلمه الأدب. في البداية يحاول لخت جعل الفتيات يساعدونه في الامتحان، لكن هايني يوبخه ويخبره بأن الامتحان يجب أن يحله بمجهوده الشخصي. لخت يستجيب ويبدأ في الحديث عن حياته، لكنه يتذكر أنه يجب أن يحل الامتحان أولا. المفاجأة أن لخت ينتهي من حل الامتحان بسرعة ويسلمه لهايني، الذي يستغرب من ذكائه غير المتوقع. يسأل لخت هايني كيف تمكن الملك من العثور عليه، ويشير إلى أنه يعرف جميع المعلمين في المدينة، لكنه لم يسمع بهايني من قبل. البنات يقاطعن الحوار قبل أن يتمكن هايني من الرد، فيطلب لخت مقابلة هايني الساعة 4 في القاعة الملكية. يبدى لخت استفسارا ساخرا، ويطلب معرفة ما سيحدث إذا لم يتمكن من الحضور، مبررا بأنه مشغول دائما. يترك هايني لخت ويذهب للقاء الأمير الآخر. في الجهة الأخرى كان كاي في غرفته غير راغب في السماح للخادمة بالدخول. كان هايني في طريقه لمعرفة المزيد عن كاي، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، وهو الأكبر بين أبناء الملك. كان كاي قد درس في أكاديمية عسكرية، لكنه تم فصله بسبب طبعه العنيف وتفكيره غير المتزن. منذ ذلك الحين تغير ولم يعد يخرج من غرفته كثيرا، وأصبح أقل حديثا. عندما يصل هايني إلى غرفة كاي، يعلم من الخادمة أنه خرج قبل قليل. هايني يسألها عن مكانه،
لكنها تتجنب الإجابة وتتركه. هايني ينظر إلى ساعته ويتفاجأ بأن لديه ساعة واحدة فقط قبل الاجتماع الملكي. يخرج بسرعة للبحث عن كاي في الحديقة، وهناك يجد كلب القصر. بينما يفكر في كيفية التعامل معه، يظهر لختن ويرفع يده كأنه سيضرب الكلب، لكن هايني يمسك بيده. يمسك لخت بيد هايني ويلاحظ نعومتها، مما يجعله يتجاوب معه ويطلب الاختبار. يجلس لخت ليحل الاختبار في الحديقة وهو سعيد. هايني يندهش من أن الجميع يخاف من كاي، لكنه يكتشف أن كاي شخص ودود ويتعامل معه بطبيعية. في أثناء حديثهم تظهر الأميرة الصغيرة عدل بحثا عن الكلب، لكنها تغادر بسرعة عندما ينادي عليها أحدهم. كاي يشكر هايني لأنه تحدث معه بطبيعية، ويخبره بأنه أول شخص يتحدث معه دون خوف. يطلب منه أن يهتم به وبإخوته جيدا. يعد هايني كاي بأنه سيلتقي به في الساعة 4 في القاعة الملكية. يتفاجأ هايني عندما يرى أن كاي ينام بسرعة، لكنه يكون سعيدا لأنه أنهى مهمته الأولى بسلام. كان يعتقد أنه لن يستطيع التعامل مع كاي، لكنه اكتشف أنه مثل أخيه برونو، يبدو شيئا من الخارج وشيئا آخر من الداخل. يعتبر هايني هذا درسا له بألا يحكم على الناس من مظهرهم الخارجي فقط. يذهب هايني إلى القاعة الملكية وينتظر وصول الأمراء. يتبقى 10 دقائق فقط على الاجتماع، وهو غير متأكد من حضورهم. على الجانب الآخر كان ليو جالسا في الحديقة ويفكر في كيفية التعامل مع هايني. هل يذهب لمواجهته ويحل المشكلة أم يتجاهله ويدعه؟ إذا تجاهله سيفقد مكانه في القصر. بينما كان ليو في حيرته وجد أخاه برونو يأتي بسرعة نحوه، وعندما سأله ليو عن سبب مجيئه أخبره برونو أنه ذاهب إلى هايني ويناديه بمعلمي. تفاجأ ليو بشدة لأن برونو كان قدوته، وتعجب كيف يناديه بمعلمي وهو كان ينوي الابتعاد عن هايني. أخبر برونو ليو أنه أذكى شخص قابله في حياته وأنه يجب عليه الذهاب لتعلم منه. نظر ليو إلى ساعته ووجد أنه بقي 8 دقائق فقط، ولكنه شعر بالضيق لأن إخواته كانوا يستمعون له والآن أصبحوا ضده. برونو أسرع إلى القاعة ليحضر الحصة واعتذر لهايني عن تأخره، ولكن تبقى 3 دقائق فقط، والأمر بسيط بالنسبة لهايني، لكنه ليس بسيطا بالنسبة لبرونو لأنه يعتبر نفسه الطالب الخاص الذي يجب أن يحضر مبكرا. فجأة وصل أخوهم الآخر الذي جاء لحضور الاجتماع أيضا، ولكنه اقترب من هايني بشدة، مما جعل برونو يشعر بالغيرة وصرخ في وجهه مطالبا إياه باحترام معلمه. على الرغم من أن الأمر لم يكن يستحق الشجار، إلا أن برونو وهايني تشاجرا، وتدخل كاي ليوقف الشجار. بسبب كاي الأكبر منهم صمتوا واعتذروا. مرت الوقت ووصلت الساعة 4، ولكن ليو لم يأت بعد. بدأوا الدرس، ولكنهم عرفوا أنه يجب أن يكونوا جميعا معا. قرر برونو أن يذهب لإحضار ليو بسرعة، وعندما فتح الباب وجد ليو مختبئا ويتنصت عليهم. سأل ليو إخواته عن سبب تغيير رأيهم ورغبتهم في التعلم تحت يد هايني. أخبره أحدهم أن البنات أصدقائهم أعجبوا بهايني، وقال له برونو إنه أذكى منه، بينما كاي ذكر شيئا غريبا عن أن يديه ناعمة، مما جعل ليو يشعر بالحيرة تجاه التغيير الذي طرأ على كاي. قرر هايني أن يعلم كل واحد منهم بمفرده ليستفيدوا أكثر، وأعطاهم نتائج الامتحان التي كانت تظهر أن ليو هو الأقل فيهم. شعر ليو بالإحراج وطلب من برونو أن يعلمه ويساعده. في اليوم التالي قرر هايني أن يعلمهم درسا جديدا، وكان أول شيء هو أن يذهبوا معا في شوارع المدينة ليناقشوا مشاكل الشعب ويعرفوا كيف يحلونها. كان البعض منهم سعيدا بالتجول بين الناس، في حين كان البعض الآخر خائفا من حدوث شيء لا يستطيعون منعه، خصوصا أنهم جميعا يخرجون معا لأول مرة. طلبوا منهم ألا ينزلوا من القصر، ولكن هايني رفض وأخبرهم أنهم يجب أن يتعلموا أول درس، وهو كيفية التعامل مع الشعب. أخبرهم قصة عن أميرة قديمة كانت قد نسيت شعبها تماما، وكانت تسهر كل ليلة في حفلات، حتى تراكمت المشاكل على الشعب وثاروا ضدها وقرروا عزلها. أراد هايني أن يوضح لهم أنهم لا يجب أن يكونوا مثلها. طلب منهم أن يرتدوا ملابس تنكرية حتى لا يتعرف عليهم أحد، وأمرهم بالخروج عند العربة، لكنهم تأخروا ولم يأتي أحد منهم. سمع هايني أحدهم ينادي عليه، وخرج ليجد أحد إخواته ينتظر، ولم يمض وقت طويل حتى انضم البقية وهم يرتدون ملابس تناسبهم. خرجت الملكة لتودعهم وأوصتهم بأن يعتنوا بأنفسهم.
تحركوا بالعربة نحو المدينة، وعندما وصلوا كانوا في غاية السعادة، لكن برونو كان قلقا من الضياع في المدينة، فكان يحمل الخريطة ويحاول حفظ الشوارع. سخر منه أحد الإخوة وقال له إنه غبي، وأخبره أنه سيأخذه إلى جميع المحلات في المدينة. استمروا في المشي لفترة طويلة حتى اكتشفوا أن الأخ كان يتبع الفتيات ونسي موضوع المدينة. غضب ليو وبرونو من تصرفه، ولكن هايني أخذهم ليعرفهم على المعالم السياحية المهمة في البلد مثل برج الساعة ودار الأوبرا وغيرها. أيضا جعلهم يتسوقون ويتعلمون كيفية الشراء من المحلات. لاحظ هايني أن برونو وليو يتفقان على شيء من وراء ظهره، وعندما تبعهم اكتشف أنهما ذاهبان إلى المكتبة لشراء كتب. كانا محتارين بشأن ما يشترونه بسبب كثرة الكتب. بينما كانوا يمشون رأوا حماما كثيرا مجتمعا حول شخص جالس في الشارع، وعندما اقتربوا اكتشفوا أنه كاي. كان كاي هادئا جدا ولم يتحرك، مما جعلهم يعجبون به ويرغبون في الاقتراب منه أيضا. لاحظوا عربة طعام واشتروا منها الكثير من الطعام، فقد كانوا محرومين من هذا الطعام في القصر، مما جعلهم يستمتعون به. في نهاية اليوم أنه جولتهم، وكان من المفترض أن يعودوا إلى القصر، لكنهم تفاجؤوا بلص يسرق امرأة عجوز ويهرب. سقطت المرأة على الأرض متعبة، وحفيدتها كانت معها. شكرت المرأة الله أن الحادث لم يصبها بأذى. استذكر الأخ ذكرياته مع جدته وهو يحضنها، وقرر أن يركض خلف اللص، ولكن كاي كان قد أمسك به بالفعل. أوضح كاي أن من يريد تحقيق شيء يجب أن يسعى لتحقيقه على الفور. لاحظ هايني كاي منذ البداية، لكنه سمح له بالتصرف بحرية، ورغم قلقه من أن يتسبب كاي في مشاكل إلا أنه كان سعيدا بعودته سالما. أرادت المرأة العجوز مكافأة كاي وأعطته بعض الحبوب كهدية، وكان إخواته معجبين بها. أوضحت لهم المرأة أنهم مثل كاي أيضا. ركبوا العربة عائدين إلى القصر واستمتعوا بمشاهدة المدينة الجميلة. عندما عادوا إلى القصر قرروا إقامة وليمة لهايني. أخذوا ليو إلى مكان بعيد تحت القصر، مما أثار شك هايني، لكنه اطمأن عندما وجد بقية الأمراء هناك، وقد أعدوا له طعاما لم يره من قبل. قدموا له الهدايا التي اشتروها من المدينة خلال رحلتهم. في الليل وهو على السرير تذكر كل ما حدث خلال اليوم، وشعر بسعادة كبيرة لأنه استطاع كسب دعمهم جميعا. عرفنا لاحقا أن الملك تولى الحكم وهو في سن 18، وأسس جيشا قويا لأن الدولة كانت في حرب آنذاك. بفضل جهوده تمكنوا من التصدي لجميع الشرور والانتصار على أقوى الدول. في منتصف الليل جاء الخادم ليوقظ هايني ويخبره أن الملك قد عاد من الحرب ويريد مقابلته في الصباح في القاعة الملكية. عندما استيقظ هايني في الصباح جاء الخادم ليأخذه إلى القاعة، وهناك وجد جميع الأمراء الذين لم يكونوا يحبون والدهم بسبب طبعه الحاد وأسلوبه الذي لم يستطيعوا مواجهته. كل واحد منهم كان يفكر أنه يحب والده أكثر من الآخرين، ولكن الخادم قطع حديثهم وأخبرهم أنهم سيدخلون على الملك الآن. عندما دخلوا قدموا التحية الملكية، ولم يتمالك الملك نفسه وبدأ يبكي فور رؤيتهم، فقد تركهم صغارا والآن أصبحوا كبارا يقدمون له التحية. شكر الملك هايني على تعليمه لأولاده بشكل جيد، واستغرب برونو أنهم يعرفون بعضهم من قبل، لكن الملك بدأ يتحدث عن أنهم لن يتعاملوا معه الآن بصفته والدهم بل بصفته الملك، وأخبرهم أنه يملك درجاتهم في الاختبار الذي أجراه لهم هايني سابقا. طلب الملك منهم أن يحسنوا من أنفسهم وأن يدرسوا بكل طاقتهم ليكونوا مستحقين للعرش من بعده. أخبرهم أنه اتفق مع هايني ليعطيهم مهلة 3 أيام للتعلم وتلقي دروسا صباحية ومسائية بشكل مكثف، وأن من لا يتعلم جيدا لن يكون له مكان في العرش. لم يقبل الملك سماع أي اعتراض منهم وتركهم وغادر. بدأ ليو يتعلم كيفية كتابة الرسائل العسكرية بطرق مختلفة، ولكنه كان يشعر بالخوف الشديد من والده ولم يستطع مواكبة التعلم في تلك الأيام ال3. قرر إخوته دعمه ومساعدته بدلا من تركه وحيدا، لكن ليو كان يجد صعوبة في حتى أبسط الأمور، لدرجة أنه لم يستطع حساب 1+1 بشكل صحيح، وأجاب بأنها 3. أدرك الجميع أن تعلم ليو سيكون صعبا، لكنهم لم يتخلوا عنه. بدأ هايني بتعليمه الحساب على الأصابع، وكان يتقدم ببطء شديد. جلس برونو بجانبه ليعلمه المعادلات، لكن ليو لم يكن يفهم شيئا، وشعر أن الأمر معقد للغاية. حاول إخوته تهدئته وتعليمه بطرق مختلفة، وظلوا معه حتى اليوم التالي، لكنه بالكاد أحرز تقدما طفيفا.
بقي يوم واحد فقط قبل لقاء والده مجددا، وكان ليو خائفا من الفشل أمام والده وخسارة مكانه في العرش. حاول هايني تعليمه التاريخ بطرق مختلفة ليحفظه بأي طريقة ممكنة. عندما جاء موعد الامتحان، اشترط الملك أن يحقق ليو على الأقل 60 درجة، وإلا سيخسر الامتحان. بدأ ليو الامتحان بتركيز شديد، وعند انتهاء الوقت جلس هايني لتصحيح الامتحان. حصل ليو على 59 درجة فقط، وهو أقل من المطلوب، ورغم ذلك كان ليو سعيدا للغاية لأنه لم يتوقع أن يحقق هذه الدرجة. كان من المفترض أن يأمر الملك بعزله من منصبه، لكنه لم يفعل. بدلا من ذلك طلب منه أن يطلب من هايني بشكل محترم أن يصبح معلمه الخاص. تردد ليو في البداية، لكنه أدرك أنه لم يكن ليعرف هذه المعلومات لولا هايني، فذهب وطلب من هايني أن يصبح معلمه الخاص، ووافق هايني على تعليمه. كان الملك سعيدا لأن أبناءه أصبحوا قريبين من بعضهم بفضل هايني. في الليل طلب هايني مقابلة الملك، ودخل لشرب معه، واكتشفنا أن هايني وافق على تعليم أبناء الملك بشرط أن يكشف عن ماضيه الذي لا نعرفه بعد، لكنه سيظهر لاحقا. في اليوم التالي خرج هايني ليتنزه في المدينة، وأعجبته كثيرا. فجأة رأى شخصا يشبه لوخت يعمل في حانة هناك. اعتذر هايني عن سوء التفاهم، لكن الفتاة في الحانة كانت تشبه لوخت كثيرا. قدمت لهايني المشروب الأغلى لديهم، وكان طريقتها مشابهة جدا لطريقة لوخت، مما جعل هايني يشك في الأمر. عندما دخلت الفتاة إلى المطبخ اكتشفنا أنها كانت لوخت متنكرا في شكل فتاة ويعمل في الحانة دون علم عائلته. تذكر هايني كلام إخوته عن لوخت، وكيف أن اكتشافه للخروج خلسة سيجلب العار على العائلة وقد يؤدي إلى طرده من المملكة. كان لوخت خائفا جدا من أن يكشف هايني أمره. خارج المطبخ تجمع حوله الفتيات، وكان يخشى أن يتم كشف أمره بسببهن. طلب من صديق له أن يخدم هايني بدلا منه، لكن صديقه كان يخشى أن يطرد من العمل إذا نفذ طلبات الزبائن بنفسه. اضطر لوخت للذهاب إلى هايني بنفسه، وقدم له أفضل ما لديهم على أمل أن يأكله ويغادر بسرعة. لكن هايني جلس وبدأ يقرأ كتابا، مما أثار قلق لوخت لأنه أدرك أن هايني سيبقى لفترة طويلة. أثناء مرور لوخت بجانب طاولة البلياردو كاد أن يتسبب في شجار بين اثنين. تدخل لوخت بسرعة لحل المشكلة، وأعجب الجميع بشجاعته وصفقوا له. توجه هايني إلى لوخت وطلب الحساب، وأشاد بقدرته على حل المشاكل بسرعة. قدم له لوخت ورقة ظن أنها رسالة شكر، لكن عندما فتحها هايني اكتشف أنها دعوة لمقابلته في الخارج. كان هناك زبون آخر يقترب من لوخت ويطلب منه مقابلة والده لأنه بحاجة إليه. هذا الشخص كان مكلفا بمراقبة لوخت منذ البداية. كان هايني يفكر في كيفية التعامل مع الملك بشأن لوخت إذا اكتشف ما يفعله. قرر هايني الذهاب للتحدث مع الملك وحده، لكنه رأى شخصا يخرج من عند الملك، وعندما دخل الغرفة وجد لوخت جالسا مع والده. طلب الملك التحدث مع لوخت وحده، وأخبره أنه يعرف كل شيء، وأن الشخص الذي كان عنده ضابط في الجيش، وقد أخبره بكل شيء عن لوخت. حاول هايني تحسين صورة لوخت أمام الملك، لكن الملك لم يكن موافقا، وسأل لوخت عن سبب عمله في المقهى. أخبره لوخت أنه يريد الاقتراب من الشعب ليحبوه، لكن الملك لم يكن راضيا عن الوضع لأنه لم يكن محميا جيدا في المدينة، ولو اكتشف أمره أحد قد يتعرض للأذى. شدد الملك على لوخت أن لا يخرج مرة أخرى دون إذنه، لكن لوخت غضب وصرخ في وجه والده قائلا إنه مهتم فقط بمظهره أمام الناس، ولا يعرف ماذا يحب أبناؤه أو يكرهون. غادر لوخت البيت وركض إلى المدينة دون خطة واضحة، ولم يعرف إلى أين يذهب. قرر أن يقضي الليلة عند أحد معارفه، لكنه لم يحب الفكرة، فتوجه إلى مقهى اعتاد الجلوس فيه ونام هناك. أثناء عبوره الشارع فجأة وجد هايني ووالده الملك متنكرين وبدون حراسة. يقف الجميع لإقناع لوخت بأي طريقة أن يعود معهم، لكنه يظل مصمما على قراره، وترتفع أصواتهم لدرجة أن زميله في المقهى يخرج ليرى ما يجري. هنا يتدخل الملك ويتحدث مع صاحب المقهى، الذي يتفاجأ بأن الملك نفسه يطلب العمل في المقهى لمعرفة سبب تعلق ابنه به. يعتقد لوخت أن الملك سيعمل معهم لتعطيله عن العمل، ويظن أن صاحب المقهى سيطرده والملك سيغضب ويقتله. لكن صاحب المقهى يرحب بالملك وابنه، مشيدا بعائلتهم ومساعدتهم للمقهى. يغير الملك ملابسه ويخرج ليظهر بمظهر جذاب للفتيات في المقهى.
يسأل هايني إذا كان يريد شيئا للشرب ويحاول تقمص الدور بجدية. المفاجأة أن الملك قد فعل ذلك من قبل، وهايني مصدوم لأنه يكرر ما فعله في الماضي، معتقدا أن لوختي شبيه بأبيه المتهور. يراقب الملك وهايني من بعيد، ويطلب الملك من هايني تجهيز امتحان لأولاده بأسرع وقت. يندهش الجميع من تعامل الملك مع الزبائن بشكل أفضل من صاحب المقهى نفسه، حتى مع زبون أجنبي. الملك يفهم كل شيء ويعمل بشكل مذهل، والجميع في المقهى يعجبون به. لخت يتذكر كيف كان يرى والده باردا وغير قادر على التعامل مع الناس، لكنه يغير رأيه بعد هذه الليلة. يطلب صاحب المقهى من الملك أن يستمر في العمل معه، ويوافق الملك على العمل لفترة إضافية. يتحدث الملك واللخت في الخارج، ويعتذر الملك عن عدم توظيفه خارج القصر، مبررا خوفه عليه وليس من أجل سمعة العائلة كما كان يعتقد لوخت. يتنصت هايني على حديثهما، ويرى كم يحب لوخت البقاء في المدينة والعمل في المقهى بدلا من البقاء في القصر دون فعل شيء. يبدأ لوخت بتقدير عمل والده، ويعترف بعدم معرفته بحجم المسؤوليات التي يتحملها. يحتضن الملك ابنه ويخبره كم كان يحبه ويريد له الأفضل، مما يجعل لوخت يتأثر ويدرك قيمة والده. يخرج هايني ويطمئن الملك بأنه سيحمي لوخت ولن يتركه وحده. يعود جنود الملك لأخذه للاجتماع، وأخيرا يبدأ لوخت في حب والده. يقطع صاحب المقهى حديثهم وهو ينادي على لوخت. هايني يسأل نفسه كيف عرف ضابط الجيش أن لوخت يعمل في المقهى، ويكتشف أنه كان يراقبهم من فوق منزل مجاور. في اليوم التالي يعلم هايني الأمراء درسا جديدا عن كيفية معرفة مصدر البضائع وتسويقها وبيعها للزبائن، ويجلب معهم عينة ليبحثوا عنها. الملك يساعدهم ويعطيهم معلومات، وبرونو يظهر ذكاءه ويقول كل شيء، مما يجعله ينجح في الامتحان. يتذكر برونو ذكرياته عندما كان صغيرا ويراقب والده ليصبح عبقريا مثل أخيه الأكبر المرشح ليصبح الملك القادم. يعود برونو للحديث مع هايني عن بحثه الذي يريد تطويره. هايني يشجعه على التركيز ويعده بمساعدته إذا تطور البحث خلال أسبوعين. يفرح برونو ويعتبر هايني معلمه، ويحبسه نفسه في غرفته للدراسة والعمل على البحث. بعد أسبوعين يقدم برونو بحثه لهايني الذي يعجب به، ويخبره أنه تعلم منه. يقدم برونو البحث في الجامعة ويقف على المنصة بثقة. يتمنى التفوق على أخيه الكبير، ويعجب الناس ببحثه ويصفقون له. يصبح له معجبون كثيرون، ويشارك في المؤتمرات والمقابلات المهمة. يطلب منه العميد تناول العشاء معه، لكنه لا يعرفه شخصيا. في المطعم يشعر هايني بالقلق على برونو، ويرى سيارة قادمة. يتفاجأ بأن أحد أقارب برونو يطلب منه مغادرة البلاد ليصبح باحثا كبيرا. ويعرف برونو أنه سيكون هناك ملك واحد فقط للمدينة، لكن الباحثين سيكونون كثيرين، ويمكنهم السفر حول العالم بأبحاثهم واكتشاف عوالم جديدة. يعجب برونو بالكلام، لكنه يرفض قرار مغادرة بلده. يحاول العميد إغراءه بعرض كبير، ويعطيه عنوان فندق ليتواصل معه إذا غير رأيه في أي وقت. يفكر برونو بأنه مهما فعل فإن أخاه الأكبر هو من سيتولى الحكم بعد والده. يذهب برونو ليعرض بحثه على والده، فيعجب به، لكنه يقترح بعض التعديلات ليكون أفضل. يمر أسبوع، ويجلس برونو في الحديقة ويرى هايني يلعب بالكلب، رغم أنه لا يحب الكلاب. يستخدم هايني الكلب كذريعة للجلوس مع برونو وتهدئته، ويخبره بأن أخاه سيصبح الملك بعد والده، وأن عليه أن يختار هدفه بعناية ليعرف ماذا سيفعل، لأنه لن يستطيع إرضاء جميع الأطراف مهما فعل. يشجعه على التركيز على ما يحبه، ويذكره بأنه يجب أن يعيش حياته بهدف واضح ويظل متمسكا به مهما حدث. يفكر برونو بعمق فيما قاله هايني، ويقرر تركيز اهتمامه على ما يحبه فعلا. في الليل يجمع برونو ملابسه ويتوجه إلى الفندق الذي أعطاه العميد عنوانه. يقدم بحثه للعميد ليقدمه في جامعات خارج البلاد، آملا أن ينجح وتقبله إحدى الجامعات الأجنبية. يشك برونو قليلا في نوايا العميد، ويخشى أن يسرق بحثه. بعد مغادرة العميد يكتشف هايني أن برونو كان يراقبه واستمع لكل كلمة قالها. يطلب هايني من برونو الاستعداد لأي لحظة قد يصبح فيها الملك. يتبين أن هناك شخصا يراقبهما، وسنعرف قريبا من هو. ننتقل إلى الشاب الذي قابل هايني سابقا، وهو غير راض عما يفعله هايني، لأنه يريد إبعاد جميع الأمراء عن العرش كي لا يكون أي منهم جاهزا لتولي الحكم. يأمر رجاله بإحضار هايني بسرعة قبل أن يفسد خطتهم.
سنتعرف في المرة القادمة على ما سيحدث بعد ذلك.